لسه ما شفتش الموسم الاول من اوفرلورد انصحك توقف الفيديو فورا علشان الاحداث الجايه كلها حرق. تقدر تروح تشوف ملخص الموسم الاول وبعدين ارجع كمل معانا العظمه دي. بعد ما ينزل جون استعرض جزء بسيط من قوته الجباره للعالم الجديد، وبعد المعركه الاسطوريه اللي خاضها علشان يرجع شاليتير لوعيها، اللعب دلوقتي كبر والقواعد اتغيرت، وهنشوف تجربه حقيقيه لقوه نظريك المدمره. كوبايه الشاي بتاعتك او اي حاجه تشربها ويلا بينا ندخل في تفاصيل الموسم الثاني. بنبعد تماما عن ضريح نظريك وبنروح لدولة سلاين الدينية. بنشوف شخصية من اقوى واغرب الشخصيات في العالم ده، بنت اسمها زيشي زيتسومي، والصدمة ان البنت دي كانت بتلعب بمكعب روبيك، وده تلميح خطير جدا ومرعب ان في لاعبين من العالم الحقيقي. عالم لعبة يجدراسيل زاروا العالم ده قبل اينز بمئات السنين وسابوا بصمتهم وثقافتهم فيه، وفجأة بيدخل عليها كابتن الفرقة الكتابية السوداء وبيبدأ يحكي لها ازاي خسروا العجوز كايري اللي استخدمت الغرض العالمي الاسطوري علشان تسيطر على عقل شاليتير. هنا زيشي بتبصله بثقة وغرور ملوش اي حدود وبتسأله سؤال مباشر: مين اقوى، انا ولا مصاصة الدماء اللي واجهتوها؟ فبيقول لها وبدون تردد: انت الاقوى. في البداية بتشعر بالاحباط لان نفسها تقابل حد يكون اقوى منها، وبيبدأ الجنان يظهر. ابتسمت ببرود وقالت انها لو قابلت حد اقوى منها في العالم ده هتتجوزه وتخلف منه اطفال اقوياء يكسروا الدنيا، ومش فارق معاها نهائي اذا كان الحد ده شكله وحش او حتى كائن مش بشري. اعتقد الكاتب بيلمح لنا على حاجة. المهم بنسيب المجانين دول وبنروح لمكان تاني خالص. ست عجوزة جدا اسمها ريجريت، ودي واحدة من الابطال ال13 الاسطوريين اللي انقذوا العالم زمان. الست دي بتتكلم مع تنين ضخم جدا وعظيم اسمه لورد التنانين البلاتيني. التنين ده مش مجرد وحش، ده كيان قديم وحكيم وعارف بلاوي عن العالم ده. في الحوار بينهم بنكتشف حقيقة مرعبة. التنين بيقول ان كل 100 سنة بيظهر كيانات غريبة وقوية جدا في العالم بتاعهم. الكيانات دي بتيجي بأسلحة وقوة مش طبيعية، وحاسس ان في كيانات جديدة وصلوا للعالم ده. وهنا طبعا بيقصد اينز ولوجون والشلة بتاعته. المشهد ده بيحط نقطة مهمة جدا: اينز مش اول لاعب من لعبة يجدراسيل يجي للعالم ده، وده بيوضح السحر والادوات اللي موجودة في العالم ده من يجدراسيل. المهم ان التنين البلاتيني بيكون قلقان جدا وبيقول لرجلت انه حاسس بوجود قوة شريرة ومرعبة ظهرت في العالم، وبيطلب من رجلت انها تجمع معلومات عن اي اغراض عالمية ظهرت، وكمان تدور على اغراض وتعاويذ من لعبة يجدراسيل القديمة علشان يستعدوا للكارثة اللي جاية في الطريق. نرجع بقى لاينز ولوجون في المقبرة العظيمة نظرايك. اينز بعد السيطرة على عقل شاليتير بقى عنده بارانويا، جنون ارتياب مش طبيعي. ادرك ان العالم ده فيه عناصر عالمية قادرة تأثر على اقوى اتباعه، علشان كده بيبدأ ياخد خطوات استباقية. بيبعت اورا لغابة الطوب العظيمة علشان تبني قاعدة مزيفة هناك. ليه بقى؟ علشان لو حد حاول يهاجم نظريك يهاجم القاعدة المزيفة دي ويكونوا هم في امان ويعرفوا ياخدوا رد فعل قبل ما الكارثة تحصل. اينز بيقعد في مكتبه وبيفرد خريطة كبيرة للعالم قدامه، وبيبدأ يشرح هو وقلبده طريقة توزيع المهام على حراس نظري علشان يقدروا يجمعوا اكبر قدر ممكن من المعلومات، وكمان انتاج الموارد اللي محتاجينها في نظريك مهما كانت الطريقة. وبيقرر ان الوقت حان لتوسيع جيش الموتى الاحياء وتجربة قوة نظريك العسكرية وتكتيكاتهم بطريقة منظمة. وعلشان كده بيكلف حارس الطابق الخامس الحشرة المدرعة كوكيوتوس بمهمة في غاية الاهمية. اينز مش بس عايز يقتل ويدمر، هو عايز يختبر اتباعه ويشوف هل هيقدروا يفكروا ويتعلموا ويقودوا جيوش من غير توجيهاته المباشرة ولا لا. الهدف المرة دي قبائل الرجال السحالي اللي عايشين في المستنقعات. بننتقل للمستنقعات وبنتعرف على السحالي دول. بنكتشف انهم مش مجرد وحوش غبية، لا دول ليهم ثقافة وقبائل وتاريخ. بنتعرف على شاسوريو زعيم قبيلة المخلب الاخضر واخوه الصغير زاريوس. زاريوس ده بقى حكايته حكاية، ده سحلية رحالة اتنفى من القبيلة زمان علشان كان بيفكر بره الصندوق،
ولما رجع معاه سيف سحري قوي جدا اسمه نصل الجليد، وهو الوحيد اللي عنده رؤية واضحة للمستقبل وعارف ان القبائل دي لو ما توحدتش هتموت من الجوع. السحالي دول زمان كانوا بياكلوا بعض علشان الاكل قليل، بس زاريوس بيحاول يعلمهم يربوا اسماك علشان يحلوا مشكلة الاكل. وهم عايشين حياتهم الهادية دي فجأة السما بتغيم، السحب السوداء بتغطي المستنقع بالكامل، والجو بيقلب رعب والسحالي بتبص للسما برعب. وفجأة بيظهر كيان مرعب، وحش سحري ضخم متكون من الغيوم والظلام بيمثل جيش نظراي. الكيان ده بيبص للسحالي اللي واقفين بيترعشوا تحت، وبصوت بيهز الجبل بيعلن رسالة واحدة، رسالة بتجمد الدم في العروق. أيها السحالي استمعوا جيدا، بعد 8 أيام من الآن سيأتي جيش المقبرة العظيم لإبادتكم جميعا، استعدوا للموت. بس لسه قدامكم وقت علشان تحاولوا تقاوموا مقاومة بائسة حتى لو كانت عقيمة. يا نهار أزرق يا جدعان، اينز كل مرة بيثبت لنا انه شرير مش بطل الانمي ده. هو بيعمل كده علشان يدرب كوكيوتوس في معركة حقيقية، لانه قادر يبيد السحالي دي في لحظة لو كان عاوز كده. الرسالة دي بتنزل كالصاعقة على زاريوس وكل السحالي، مفيش مجال للتفاوض، مفيش رحمة، ده اعلان ابادة. زاريوس بيدرك ان الطريقة الوحيدة للنجاة هي ان القبائل اللي بتكره بعض دي لازم تتحد لاول مرة في التاريخ علشان يواجهوا الموت اللي جاي يبيدهم. زاريوس بيقعد مع اخوه الكبير الزعيم وكبار القبيلة وبيتكلموا في المصيبة اللي هتحل بيهم. زاريوس بيطرح الفكرة المجنونة، لازم نوحد القبائل كلها ونعمل تحالف. الحوار ده مش سهل ابدا يا صاحبي، لان القبائل دي بينهم دم وطار قديم بسبب حروب طاحنة على الاكل والموارد. لكن اخوه بيوافق وبيديله الضوء الاخضر، لانه عارف ان مفيش حل تاني غير ده علشان ينقذوا عرق السحالي من الانقراض. زاريوس بيبدأ يجهز نفسه للرحلة الانتحارية دي. هدفه الاول هو قبيلة العين الحمراء، وبعدها قبيلة ناب التنين، لكنه مش هيسافر لوحده او على رجليه. زاريوس بينده على صديقه الوفي ووسيلة المواصلات الجبارة الوحش رورو، ده عبارة عن هايدرا مرعبة ب4 رؤوس. زاريوس لقاه وهو صغير وكان بيموت فانقذه ورباه، من ساعتها رورو بيعتبر زاريوس ابوه وصاحبه. المهم بعد رحلة مرهقة بيوصل زاريوس ورورو لاطراف قبيلة العين الحمراء، وبيقف بيه علشان ما يرعبهمش. بعد كده بيدخل لوحده وبيطلب مقابلة الزعيم. حراس القبيلة بيكونوا متوترين وشاكين فيه في البداية، بس بيسمحوا له يقابل القائمة بأعمال الزعيم. وهنا بتحصل المفاجأة اللي قلبت من دراما سياسية لكوميديا ورومانسية في ثانية. أول ما صاحبنا بيدخل وبيشوفها عينه بتوسع وقلبه بيدق، وبدون أي مقدمات بيديها واحدة نداء تزاوج. البت اقصد السحلية بتتوتر وبتقول له انت جاي هنا ليه؟ وفي عز المصيبة اللي هما فيها بينسى هو جاي ليه وبيقول لها اتجوزيني. يا اسطى انت في ايه ولا في الله احرجك؟ الصمت بيعم المكان وكورش نفسها مش مستوعبة هو بيقول ايه، وبترجع لورا من الخضة. زاريوس بيبدأ يشرح لها حجم الكارثة بجدية تامة، بيحكي لها عن السحابة السوداء وعن جيش الموتى السائرين اللي جاي يبيد كل السحالي في المنطقة، وان الحل الوحيد هو ان قبيلة العين الحمراء تنضم لقبيلة المخلب الاخضر. كوروش بتكون مترددة، وهنا بنبدأ نغوص في ماضيها المؤلم واللي بيشرح ليه هي قائمة بأعمال الزعيم مش الزعيمة الرسمية. زمان قبائل السحالي كانوا 7، وحصلت مجاعة رهيبة بسبب نقص الأكل. الزعيم القديم لقبيلة العين الحمراء قرر قرار قاسي جدا، كان عاوز يطرد جزء من القبيلة علشان يموتوا بره والباقي يعيش. كوروش ما قدرتش تسكت على الظلم ده، وقادت تمرد جوه القبيلة وقتلت الزعيم القديم علشان تنقذ الناس. رغم انها عملت كده بدافع النبل، الا انها حست بذنب رهيب جدا وشافت نفسها خاطئة وايديها ملطخة بالدماء، وانها ما تستحقش تبقى الزعيمة الحقيقية. هنا بيظهر معدن زاريوس الاصيل، وطبعا ده مش لله وللوطن. بيبص لها بكل تفاهم وحنيه وبيقول لها ان اللي عملته كان شجاعه وانها شالت الحمل الصعب علشان تحمي ناسها. كلامها ده بيلمس قلب كوروش جدا وبتبدا تحس بمشاعر ناحيته. كوروش بتوافق على التحالف مش بس علشان خاطر الموتى السائرين، لكن كمان لانها وثقت في زاريوس. كوروش دي مش سحليه عاديه، دي البينو، يعني حراشفها بيضه زي التلج وعينيها حمرا بلون الدم، وبسبب ان الشمس بتأذي جلدها بتبقى لابسه البتاعه دي
اللي بتغطي جسمها بالكامل. زاريوس ما بيضيعش وقت، بعد ما ضمن العين الحمراء بياخد رورو وبينطلق بسرعة الصاروخ على الوجهة الأصعب والأخطر، قبيلة ناب التنين. القبيلة دي يا سيدي مش بتاعة كلام ولا سياسة ولا تحالفات بالورقة والقلم، دي قبيلة مجنونة بالقتال، بيحترموا القوة العضلية وبس، واللي يكسب في المعركة كلمته هي اللي بتمشي. أول ما بيوصلوا بيقابل زعيمهم دبابة بشرية واللي اسمه جوجو. جوجو بيسمع كلام زاريوس عن التحالف وعن جيش الموتى، بس بيضحك بسخرية وبيقول لزاريوس باختصار: انت عايزنا ننضم ليك؟ كلامك ده ما ياكلش معايا عيش. لو عاوز قبيلة ناب التنين تمشي وراك لازم تثبت انك اقوى مني، لازم تهزمني في قتال فردي وجها لوجه. جوجو مش بيهزر، القتال معاهم ممكن يوصل للموت، لدرجة انه بيعلن لو مات هنا القبيلة هتتبع الراجل ده وتنفذ اوامره. هنا بتبدأ معركة طاحنة بتخطف الانفاس. جوجو بينزل ضرب بسلاحه التقيل بقوة غاشمة كانت كفيلة تكسر عظم اي حد، بس زاريوس مش بيعتمد على عضلاته وبس، بل بيستخدم نصل الجليد بقوته الكاملة. الضربات شغالة وجوجو بيضغط جامد، بس زاريوس بيشغل دماغه وبيستخدم قدرات سيفه المرعبة علشان يجمد هجمات جوجو ويشل حركته. وبعد معركة سريعة ومثيرة زاريوس بيقدر يتفوق ويثبت جدارته. الجميل ان جوجو طلع راجل جدع جدا وبيضحك وبيعترف بهزيمته بكل روح رياضية، وبيعلن انضمام قبيلته رسميا للتحالف. بنشوف منظر تاريخي لأول مرة بيحصل، القبائل الخمسة العظمى متجمعين في مكان واحد، كلهم حطوا خلافاتهم على جنب وقرروا انهم يقفوا ايد واحدة، وبيحطوا خطة دفاعية محكمة علشان يواجهوا الجيش اللي جاي يبيدهم. النظرة في عينهم بتقول انهم مش هيبيعوا جلدهم بالساهل ابدا. وفي الميعاد المكتوب بيظهر الكابوس، سماء ملبدة بالغيوم وجيش ملوش اخر من الهياكل العظمية والزومبي بيقرب من مستوطنة السحالي. بيقود الجيش من بعيد حارس الطابق كوكيوتوس اللي قاعد بيتفرج من مقره علشان ينفذ اوامر سيده ويتعلم فنون القيادة الميدانية. بتبدأ المعركة الطاحنة، الموتى الاحياء بيهجموا باعداد غبية، بس رجال السحالي بيستغلوا البيئة الطينية بتاعة مستنقعهم احسن استغلال. بيخلوا الهياكل العظمية تغرس في الطين وبيعملوا كماشة تكتيكية من الاطراف، وبيستخدموا فريق سلاح الفرسان بتاعهم علشان يدمروا الخطوط الخلفية. جنود السحالي بيحاربوا بشراسة وغضب لدرجة انهم بيمسحوا الارض بالهياكل العظمية الضعيفة. كوكيوتوس قاعد مصدوم من اللي بيحصل قدامه، جيشه بيتبهدل، بس احنا عارفين ان اينز مش غبي علشان يبعت جيش ضعيف وبس. ده اختبار للمحارب كوكيوتوس في القيادة. بسبب تفوق السحالي الملحوظ بيضطر قائد الجيش الميداني انه يتدخل بنفسه، وهنا بيظهر ايجوفا 41. ده إلدر ليتش مرعب ساحر قوي اينز صنعه بنفسه كتجربة خاصة. ايجوفا بينزل ساحة المعركة، وبدل الاشتباك اليدوي العادي المعركة بتتحول لجحيم سحري. كرة نار، صواعق برق وتعاويذ تجميد بتنزل على السحالي زي المطر، وفي ثواني معدودة الكفة بتتقلب تماما والسحالي بيبدأوا يتساقطوا واحد ورا التاني. السحالي بيعرفوا انهم لو ما قتلوش الساحر ده القبائل كلها هتبقى مجرد ذكرى، بس المشكلة ان ايجوفا محاوط نفسه بهياكل عظمية قوية جدا وتعاويذ دفاعية مفيش امل تعدي منها. وهنا بتيجي اكتر لحظة عاطفية، رورو الحيوان الاليف والوافي جدا بتاع زاريوس بيشوف سيده في خطر، فبيعمل هجوم انتحاري بيندفع بكل قوته تجاه ايجوفا، وبيبقى عبارة عن درع بيفدي زاريوس. ايجوفا بيضرب رورو بتعاويذ قاتلة وانفجارات رهيبة، ورورو بيتألم وبيصرخ صرخات تقطع القلب، بس مش بيوقف، عمال يبلع الضربات المدمرة علشان بس يفتح طريق آمن لزاريوس. تضحية أسطورية من كان طلع أوفى من ناس كتير. رورو بيسقط في النهاية غرقان في دمه، بس بعد ما وصلهم لقلب دفاعات العدو بنجاح. غضب زاريوس بيوصل للماكس وما بيشوفش قدامه غير الانتقام بس. بيقفزوا في هجوم انتحاري مش طبيعي. كوروش بتستخدم كل سحر الشفاء اللي عندها من الخطوط الخلفية علشان تخليهم واقفين على رجليهم في اخر لحظة. جوجو بياخد ضربات ايجوفا المباشرة بصدره وبتنقطع انفاسه، وايجوفا بيحاول يضرب زاريوس، بس صاحبنا بيستغل سيف الجليد بذكاء عالي وبيعمل شبورة جليدية كثيفة بتعمل رؤية الليتش، وفي لمح البصر زاريوس بيطلع من وسط الضباب زي الشبح، وبكل الغضب اللي جواه بيغرس سيفه الجليدي في جمجمة ايجوفا. انفجار طاقة شديد بيحصل والساحر المرعب بيسقط ميتا، وبمجرد سقوطه جيش الموتى الاحياء بيسقط معاه. السحالي بينتصر انتصار ساحق.
صراخ وفرحة عارمة بتملأ المكان. في نفس الوقت بنشوف كوكيوتوس واقف في صمت بيعترف بهزيمة جيشه وانه فشل في المهمة. بس هل اينز ولوجون هيسكت على الاهانة دي؟ هل انتصار رجال السحالي ده انتصار حقيقي ولا مجرد خطوة في لعبة شطرنج؟ اينز بيلعبها علشان يختبر قدرات قادة جيشه اللي السحالي ما يعرفوش ان الجيش اللي هزموه احتفلوا بيه ده كان عبارة عن شوية زبالة وفتافيت بالنسبة لقوة نظرايك الحقيقية. السحالي بيحتفلوا بانتصارهم الاسطوري، فرحة عارمة. والمفاجأة الحلوة ان رورو الهيدرا الشجاع اللي ضحى بنفسه طلع لسه عايش وبيتعالج. السحالي كانوا فاكرين ان الكابوس خلص وانهم اخيرا كسروا شوكة العدو، بس يا ريتهم كانوا يعرفوا اللي بيتحضر لهم في الخفاء. بننتقل بسرعة للمقر الرئيسي المرعب، مقبرة نظرايك. اينز مجمع كل حراس الطوابق في قاعة العرش. الجو كان متوتر ومكتوم جدا، وكوكيوتوس الحشرة الجليدية واقف قدام سيده ومستني حكم الاعدام او العقاب القاسي بسبب فشله في قيادة المعركة. بس اينز بذكائه وحكمته المرعبة سأله سؤال مفاجئ: اتعلمت ايه من هزيمتك يا كوكيوتوس؟ وهنا بقى الصدمة اللي قلبت القاعة كلها. كوكيوتوس اللي متبرمج انه ينفذ الاوامر عمياني بدأ يتردد ويتكلم بصعوبة. اعترف انه معجب جدا بروح السحالي القتالية وانهم محاربين شجعان، وفجأة طلب محدش كان يتخيله: يا سيدي اينز، ارجوك ما تقتلهمش، خليهم يعيشوا ويكونوا تحت امرك. كل الحراس اتصدموا وبدأوا يهاجموا كوكيوتوس ازاي يجروا يطلب طلب زي ده. بس هنا بيتدخل الداهية ديميورجوس واقترح فكرة عبقرية: خلينا ما نقتلهمش كلهم ونبيدهم، وبدل كده نجرب نحكمهم ونسيطر عليهم من غير خوف. اينز عجبته الفكرة جدا وقرر انه يدي السحالي فرصة اخيرة بس على طريقته الخاصة. تاني يوم الصبح السحالي صحيوا على كارثة. السماء فجأة ظلمت، الغيوم السوداء غطت الشمس، والجو بقى بارد لدرجة تجمد الدم في العروق. زعماء السحالي طلعوا يجروا يشوفوا فيه ايه، ووقفوا مشلولين من الصدمة. جيش مرعب قدامهم بيخرج من وسطهم اينز بهيبته المطلقة، وفجأة بحيرة المستنقع العظيمة بتاعتهم اتجمدت بالكامل في ثانية واحدة بسبب تعويذة سحرية مرعبة. وفجأة الارض بتهتز وبيظهر كائن ضخم جدا اطول من الغابة نفسها. الكائن الضخم ده بيشيل صخرة عملاقة حجمها قد جبل ورماها في نص البحيرة المتجمدة. وبعدين جيش كامل من الهياكل العظمية نزلوا وعملوا بأجسامهم سلم ملكي طويل بيوصل لقمة الصخرة. وفي مشهد فخم جدا بينزل اينز ولوجون شخصيا ومعاه كل حراس الطوابق الأقوياء، بيقعد على عرش فوق الصخرة بكل هيبة. السحالي حسوا انهم مجرد نمل واقفين قدام كائنات من بعد تاني. اينز بيبعت لهم الوحوش دي علشان تقول لهم يرسلوا مبعوثين من عندهم للحاكم اينز ولوجون علشان يتكلم معاهم. زاريوس واخوه اقوى محاربين السحالي قرروا انهم يتقدموا بشجاعة علشان يواجهوا اينز ويفهموا هو عايز ايه. قبل ما يفتحوا بقهم ديميورجوس بص ليهم واستخدم سحره الصوتي المرعب وقال كلمة واحدة بس: اركعوا. في اقل من ثانية اجسامهم اتحركت غصب عنهم وركابهم خبطت في الارض لدرجة انها كانت هتنكسر. مفيش اي حد فيهم قدر يرفع راسه سنتي واحد بس. اينز اتكلم بنبرة كلها هيبة وعظمة وقال لهم: انتوا كسبتوا المعركة الاولى وده شيء يحترم، علشان كده انا مش هبيدكم دلوقتي. بعد 4 ساعات بالظبط كوكيوتوس هينزل لكم لوحده. لو كسبتوه انتوا احرار للابد، ولو خسرتم قبائلكم كلها هتكون ملكي. طبعا ده مش عرض، ده حكم اعدام شيك. السحالي استحالة ولو بعد 1,000,000 سنة يقدروا يخدشوا كوكيوتوس، فما بالك بهزيمته. بعد كده اينز بيختفي وزعماء السحالي بيقعدوا في خيمتهم واليأس مسيطر عليهم، عارفين ان الموت جاي ومفيش مفر. وعلشان كده اخدوا قرار بطولي ومؤلم جدا. اتفقوا ان الرؤساء ال5 بس هم اللي هيطلعوا يواجهوا كوكيوتوس ويموتوا بشرف علشان يحموا باقي افراد القبائل من الابادة. لكن كان في استثناء واحد واللي هي كوروش. الزعماء امروا انها ما تتدخلش في المعركة علشان هي اللي هتقود القبائل بعد موتهم وتضمن بقائهم.
كوروش انهارت من العياط ورفضت تسيب حبيبها زاريوس يروح للموت لوحده، بس زاريوس حاول يهديها ويقنعها ان ده الحل الوحيد. وبيجي الوقت المحدد علشان يظهر كوكيوتوس بكل فخامة امام المحاربين اللي قدرهم على شجاعتهم واشاد بيهم، ولكن اللي بيحصل بعد كده عبارة عن مجزرة من طرف واحد. فرق القوة مرعب لدرجة مش طبيعية. كوكيوتوس حرفيا كان بالنسبة له ضربة واحدة كفاية لكل واحد فيهم علشان يحولهم لجثث. الموقف دلوقتي بقى يائس ومرعب لأقصى درجة. ما بقاش فاضل في ساحة المعركة غير الأخين زاريوس وشاسوريو. شاسوريو كأخ كبير وزعيم قبيلة قرر يضحي بنفسه علشان يدي أخوه الصغير زاريوس فرصة واحدة وأخيرة. شاسوريو بيستخدم سحره علشان يخفي رؤية كوكيوتوس ويشتته، وهاجم بشراسة، بس كوكيوتوس صد هجوم شاسوريو بمنتهى السهولة وبكل قسوة قضى عليه في لحظتها. زاريوس بيهجم بسيفه السحري ولكن بدون اي فائدة. انتهى القتال بالشكل المتوقع، هزيمة ساحقة. وبعد كده اينز بيدي مهمة قيادة السحالي لكوكيوتوس، اللي بيطلب من اينز طلب غريب وهو علاج زاريوس واخوه، لانهم محاربين اقوياء وهيفيدوا ضريح نظريك اكتر من كونهم جثث متحركة. فبيطلب اينز يقابل المسؤول عن السحالي حاليا اللي كوكيوتوس كان جابها اصلا وكانت مستنيه. بتدخل على اينز اللي بيدخل في الموضوع على طول. انا ممكن اعالج زاريوس ولكن بشرط تكوني عيني وسط السحالي لو حصل اي حاجه تبلغيني، ولو خلفتي بوعدك هيكون في تعويذه على زاريوس تموته فورا. وما بيكونش في تعويذه اصلا ولكنه بيقول كده علشان يخوفها. المهم بتوافق، وبعد كده بيعالج اينز زاريوس اللي بيتعهد بالولاء ليه، وبيطلب منه يرجع اخوه وبيوعده ان هو كمان هيفيده. فبيقول اينز انه هيفكر في الموضوع. بنروح بقى للعاصمة الملكية. سيباستيان ماشي في الشوارع بوقاره المعتاد، وهو بيمر بيلمح في زقاق ضلمة مشهد بيوجع القلب وبيخلي الدم يغلي في العروق. شوية بلطجية شكلهم مقزز بيرموا شوال كبير في الشارع كأنه كيس زبالة ملوش لازمة، بس الصدمة ان الشوال ده جواه انسانة. البنت دي هي تواري، وحالتها كانت تحت الصفر، مضروبة ومتهانة وجسمها كله امراض وجروح مرعبة بسبب الاستعباد والتعذيب اللي شافته على ايد البشر. البلطجية دول كانوا بيعاملوها بانعدام رحمة وكأنها حشرة. هنا بقى سيباستيان كان ممكن جدا يتجاهل الموقف ويكمل في طريقه، خصوصا ان اوامر سيده اينز كانت صارمة. ما حدش يلفت الانتباه لينا في العاصمة باي شكل، بس فجأة سيباستيان بيفتكر كلمات صانعه ومبتكره تاتش مي اللي كان دايما بيعلمهم ان مساعدة الضعيف واجب على كل قوي. سيباستيان ما قدرش يسكت، وبلمحة بصر وبدون اي مجهود بيطلع هالة مرعبة من الضغط بتخلي البلطجية يقفوا مكانهم مشلولين من الخوف، مش قادرين ياخدوا نفسهم. الراجل ده بيترجاه يسيبها وبيقول له انه كده هيضره، فبيرمي له كيس دهب وبيأمره يختفي من البلد دي فورا وما يرجعش تاني، وبياخد توراي بين ايده علشان ينقذها. وهنا بتبدأ اول شرارة للمشاكل بجد. سيباستيان بيرجع للقصر الفخم اللي هو مأجره كقاعدة سرية، وبتستقبله هناك سوليوشن. اول ما بتشوفه شايل البشرية في الحالة دي ملامحها بتتغير تماما، والقرف والاشمئزاز بيبانوا على كل تفصيلة في وشها. وهنا بتدور محادثة قوية ومهمة جدا بينهم. سولشين بتسأله باستنكار شديد ايه اللي انت جايبه معاك ده يا سيباستيان؟ انت عارف كويس ان البشر دول مجرد حشرات ملهاش قيمة. لكن سيباستيان كان مصر على موقفه وبيأمرها بصرامة تقيم حالة البنت. سوليوشن بتفحصها وبتكتشف ان توراي على حافة الموت فعلا، وبتقترح عليه يبلغ اينز فورا او طلب مساعدة من بيستونيا رئيسة الخادمات. وهنا الصدمة الكبيرة. سيباستيان بيرفض تماما وبنبرة حاسمة بيقول لها لا، مش هنبلغ اينز باي حاجة، استخدمي لفاف الشفاء السحرية اللي معاكي وعالجيها فورا وبدون نقاش. سوليوشن بتتردد كتير لان تصرف سيباستيان ده يعتبر كسر لتعليمات نظراي والتفاف على اوامر اينز، بس في النهاية بتضطر تنفذ الامر لان رتبة سيباستيان اعلى منها. المشهد ده بيكشف لنا سر خطير جدا، بيوضح لنا قد ايه سيباستيان مختلف، هو الوحيد اللي في نظرك اللي لسه جواه رحمة تجاه البشر. بنسيب سيباستيان شوية وبننتقل لقصة تانية في منتهى الكآبة واليأس. برينونجلاوس السياف العظيم اللي كان فاكر نفسه اقوى واحد في الوجود، حالته دلوقتي تصعب على الكافر واحلامه مليانة رعب، متدمر نفسيا بالكامل، ولسه بيعاني من صدمة الرعب اللي شافها لما واجه الشاليتير. وهو في قمة يأسه واحباطه بيظهر جازف وبياخده معاه. برين بيبدأ يهلوس منهار وبيقول للجازف احنا ولا حاجة، احنا مجرد نمل، العالم ده مليان وحوش مستحيل نقف قدامها. لكن جازف كعادته كقائد عظيم
بيحاول يخفف عنه وبيقف جنبه. ولأول مرة بنتعرف بشكل رسمي على فرقة الوردة الزرقاء، ودول أقوى فرقة مغامرين من الرتبة الأدمنتد في المملكة كلها. المجموعة كلها مكونة من بنات بس، كل دول بقيادة لاكيوس. البنات دول مش بيهزروا، بنشوفهم في مشهد حماسي جدا وهم بيهجموا على مزارع سرية بالليل. المزارع دي بتخص منظمة إجرامية خطيرة اسمها الأصابع الثمانية، والمنظمة دي هي المافيا اللي متحكمة في العالم السفلي للمملكة. فرقة الوردة الزرقاء بتحرق حقول المخدرات المعروفة بالمسحوق الأسود، وبتقضي على الحراس الأشرار في ثواني. بنشوف قوتهم المرعبة وناويين يطهروا المملكة من الفساد من جذوره. بعد الهجوم الكاسح ده بنروح لاجتماع سري بيجمع قادة منظمة الأصابع الثمانية. الأجواء متوترة ومكهربة، وهيلما المسؤولة عن قسم تجارة المخدرات في قمة الغضب والانفعال علشان حقولها اللي اتحرقت وخسرت فلوس بالهبل. القادة التانيين بيبدأوا يناقشوا ويخططوا ازاي هيردوا الضربة الموجعة دي وازاي هيحافظوا على سيطرتهم. المنظمة دي مش مجرد شوية بلطجية عاديين، دول حرفيا مافيا قوية جدا عندهم نفوذ عسكرية يوقعوا دول بحالها. بنشوف اينز بشخصية المغامر المدرع مومون قاعد في الأوضة بتاعته بيعد الفلوس والعملات اللي كسبها من المهمات الصعبة اللي عملها مؤخرا. الراجل بيكتشف ان الحياة بره مقبرة نظريك غالية نار، ومحتاجين فلوس كتير علشان ينظموا امورهم. تخيل تكون حاكم عظيم وبتحسب مصروف الشهر. بنسيب اينز في حيرته المالية وبنروح للعاصمة، وتحديدا عند كلايم الفارس الشاب المخلص جدا للأميرة رينر. كلايم ده قصته مؤثرة رغم ان مهارته في القتال تعتبر متواضعة جدا مقارنة بالوحوش اللي بنشوفها، الا ان اصراره وعزيمته يهدوا جبل. بنشوفه وهو بيتدرب لوحده بكل قوته وعرق لحد ما بيلمح جازف سترونوف اقوى محارب في المملكة كلها والكل بيحترمه. بيقرر انه ينزل يتدرب مع كلايم في نزال ودي. الماتش ده ما كانش مجرد ضرب سيوف وخلاص، ده كان درس قاسي وعملي. جازف بيضغط على كلايم بكل قوته علشان يطلع احسن ما عنده ويثبت له ان القوة مش بس في الموهبة الفطرية لكن في الارادة، وانك ازاي تقدر تستخدم نقاط ضعفك علشان تتطور وتفاجئ خصمك. كلايم بياخد الدرس ده وبيحطه حلقة في ودنه لانه عارف من جواه انه محتاج يكون اقوى علشان يقدر يحمي اميرته من اي خطر. بننتقل لغرفة الاميرة رينر، الاميرة الذهبية اللي بتبان قدام الناس كلها انها ملاك بريء وقلبها على الشعب، بس ورا الوش البريء والابتسامة دي عقلية ماكرة ومخيفة جدا. رينر بتكون مجتمعة مع لاكيوس قائدة فرقة الوردة الزرقاء ومعاهم كلايم. رينر قدرت بذكائها المرعب انها تفك شفرة رسالة سرية خطيرة جدا. الرسالة دي بتكشف اماكن المنظمة المرعبة الأصابع الثمانية. بيكتشفوا ان في بيت دعارة سري تحت الارض بيستخدموه المنظمة دي كواجهة لاعمالهم القذرة، وبيقرروا انهم لازم يضربوا ضربتهم ويقضوا على المكان ده وينقذوا الضحايا. لاكيوس بتطلب من كلايم يروح يبلغ باقي اعضاء فرقتها علشان يجهزوا للعملية. التجهيزات بتبدأ والتوتر بيزيد لان المواجهة مع نقابة الأصابع الثمانية مش هتكون مجرد خناقة شوارع، دي هتكون حرب طاحنة. بنرجع بقى لسبيستيان اللي كان فاكر انه عالج البنت دي وخباها في القصر بتاعه، والدنيا كده هديت. بس للاسف المشاكل ما بترحمش ودايما بتخبط على الباب. فجأة الباب بيخبط فعلا وبيدخل عليه شخصيتين مستفزين لأبعد حد من المنظمة الإجرامية. واحد اسمه ستيفان مفتش شرطة فاسد ومرتشي، ومعاه واحد تاني اسمه سكولنت عضو خطير في منظمة الأصابع الثمانية. الاتنين دول جايين يبتزوا سيباستيان في عقر داره بكل بجاحة وقذارة. بيقولوا له ان تسوري دي ملكهم وبتاعتهم، وبكده سيباستيان سرق بضاعتهم، وبيهددوا انه يا اما يرجع لهم البنت فورا يا اما يدفع مبلغ خيالي كتعويض. ومش بس كده، دول كمان عينهم المريضة راحت على سوليوشن وكانوا عايزين ياخدوها هي كمان كجزء من التعويض. تخيل معايا الموقف، سيباستيان التنين المرعب اللي يقدر يطير رقبتهم ويدمرهم بصباعه الصغير في ثانية مضطر يكتم غضبه الجبار ويلتزم بالهدوء التام علشان ما ينفذش اي حركة تلفت الانتباه وتدمر خطة اينز. الاستفزاز كان واصل لاعلى مستوياته، وبيدوا لسيباستيان مهلة يوم واحد بس علشان ينفذ طلباتهم، وبيمشوا وهم فاكرين انهم انتصروا لو دراع سيباستيان. سوليوشن اللي بطبيعتها بتكره البشر وشايفه انهم مجرد اكل ولعب، وان انقاذ البنت دي
تضييع وقت وخطر كبير جدا على نظرايك. صبرها بينفد تماما. هي شايفه من وجهه نظرها البارده ان سيباستيان بتصرفاته العاطفيه دي بيخالف اوامر اينز المباشره بعدم لفت الانتباه وتجنب المشاكل. سوليوشن بتستغل الفرصه انها لوحدها في الاوضه وبتستخدم سحر المراسله علشان تتواصل مع مين؟ مع اينز ولوجون شخصيا. اينز بيرد عليها بهدوء وهو متوقع انها تبلغه بتقرير روتيني عن الوضع في العاصمه، بس سوليوشن بتصدمه بجمله واحده هتنزل زي الصاعقه: سيدي اينز اعتذر بشده ولكن لازم ابلغك بخيانه، سيباستيان قد خاننا. اينز بيتجنن وبيقول لها انت متاكده من كلامك ده؟ فبتقول له ان معاها دليل. بنروح لكلايم اللي ملوش غير هدف واحد في حياته وهو حمايه الاميره رينر. كلايم ده يا جماعه قصته توجع القلب. هو مجرد شاب كان يتيم وعايش في الشوارع بياكل من الزباله لحد ما الاميره انقذته وادته معنى لحياته، علشان كده هو مستعد يفديها بروحه في اي لحظه. بس المشكله المأساويه ان قدرات كلايم القتاليه محدوده جدا. مهما اتدرب ليل ونهار هو عارف انه وصل للحد الاقصى بتاعه، وزي ما جوزيف قال له قبل كده ان قوته بتوصل لمستوى المغامرين من الرتبه الذهبيه ومستحيل يتخطاها. وهنا بتيجي الصدفه اللي هتقلب حياه كلايم 180 درجه. كلايم وهو بيلف في شوارع العاصمه بيلمح موقف بيشد انتباهه. شويه بلطجيه في الشوارع بيستووا على ناس غلابه وبيعملوا مشاكل. كلايم كان لسه هيحط ايده على سيفه ويتدخل، فجاه لقى راجل عجوز بيتدخل في النص. سيباستيان بكل هدوء وبرود اعصاب مسح بكرامه البلطجيه دول الارض من غير حتى ما يبذل اي مجهود او يعرق او يبوظ كوي بدلته. حركات دقيقه سريعه ومرعبه في كفاءتها. كلايم واقف مذهول عينه مفتوحه على اخرها ومش مصدق اللي شافه. ازاي راجل في السن ده عنده القوه المرعبه دي مش مجرد مهاره، ده فن قتالي من مستوى تاني خالص. كلايم حس ان دي فرصته اللي نزلت له من السماء وان الراجل ده هو اللي هيقدر يكسر له حاجز الضعف بتاعه. جري ورا سيباستيان وبدون اي مقدمات بيطلب منه يعلمه الحركه الخرافيه اللي عملها قبل شويه. سيباستيان في الاول كان مستغرب، هو وراه مشاكل قد كده ومش فاضي لعب العيال ده، خصوصا ان في صراع مع منظمه الاصابع الثمانيه. بس لما سيباستيان بص في عين كلايم وشاف نظره الاصرار الصادقه اللي عنده قرر يعمل له اختبار. بس خلي بالك ده مش اختبار عادي اطلاقا، ده اختبار حرفيا ممكن يموت فيه. ايه اللي حصل بعد كده مشهد يحبس الانفاس. سيباستيان بيقول لكلايم ببرود هختبرك، لو نجحت هعلمك ولو فشلت هتموت. سيباستيان خطى خطوة واحدة بس لقدام وفجأة طلع هالة مرعبة من نية القتل. الجو كأنه اتجمد، السما ضلمت في عيون كلايم وحس ان في وحش كاسر بيعصره من رقبته وان الموت واقف قدامه بشحمه ولحمه. الاحساس بالرعب كان حقيقي لدرجة ان كلايم حس ان مشلول تماما. سيباستيان رفع ايده كان هينزل بضربة تنهي حياة كلايم، بس في اللحظة الحاسمة دي كلايم افتكر ابتسامة الاميرة رينر. الذكرى دي فجرت جوه طاقة خرافية وخلته يتغلب على الرعب اللي شل جسده. طبعا سيباستيان كبح ضربته وقفها قبل ما تلمس كلايم وقال له انت نجحت، ارادتك هي سلاحك الحقيقي. الولد بيسقط على الارض وبيقول له انت مين؟ لا انت ايه؟ في نفس اللحظه دي كان في حد بيراقب الموقف، براين انجلاوس المقاتل العبقري اللي كان مكسور نفسيا ومحطم تماما وبقى عامل زي الشحات في الشارع. براين شاف هالة سيباستيان المرعبه وحس ان قوته ما تقلش رعب عن قوه شاليتير اللي دمرت نفسيته، بس اللي صدمه بجد واللي عمل زلزال في دماغه هو كلايم. ازاي الشاب الضعيف ده اللي ما يسواش حاجه في القوه قدام براين قدر يقف على رجله قدام وحش زي سيباستيان؟ ازاي واجه الموت بشجاعه وما خافش؟ المشهد ده خلى براين يحتقر ضعفه واستسلامه. خرج من مخبأه وسأل كلايم ازاي قدرت تستحمل الهالة المرعبه دي من غير ما تفقد نفسك؟ فقال له بكل بساطه انه افتكر الاميره واللي بسببها قدر يتحمل. وهنا سيباستيان بيديله نصيحه بتحل كل شيء. الولد ده كان عنده القدر الكافي من الولاء اللي خلاه يتغلب على خوفه. البشر يقدروا يوصلوا لقوه كبيره علشان الاشخاص العزاز عليهم. هنا بيهجم عليهم اعضاء من المنظمه. سيباستيان بيقول لهم انه هيتعامل مع دول وهم ياخدوا الباقيين. وبجد الانسان ده عنده هيبه مش طبيعيه، طريقته في القتال خرافيه وبيبهر الاتنين دول اللي مش مصدقين قوه الراجل ده.
وبعد ما بيخلص اللي عنده بيبدا يدي كلايم تعليمات علشان يطور من نفسه. بعد كده سيباستيان بيستجوب واحد منهم وبيعرف انه من الاصابع الثمانية، وبيقرر ان كده خلاص هيدمر اللي فيه مصدر المشاكل دي كلها. كلايم وبراين بدون اي تردد بيقرروا انهم هيقفوا في صف سيباستيان ويساعدوه في الهجوم على اوكار العصابة دي. كلايم كنوع من رد الجميل والتدريب العملي، وبراين علشان يختبر ارادته الجديدة ويرجع ثقته في سيفه. الخطة كانت بسيطة جدا بس مرعبة في تنفيذها. سيباستيان هيدخل من الباب الرئيسي قدام الكل علشان يشتت انتباه الحراس ويسحب كل القوة الضاربة ناحيته، وفي نفس الوقت كلايم وبراين هيدخلوا من ورا في السر علشان يحرروا البنات المخطوفين ويقبضوا على رؤساء العصابة. سيباستيان بيدخل عليهم بكل فخامة وبيعمل مجزرة فيهم، وبكل بساطة بيخلص على الخنزير ده سبب كل المصايب واللي تجرأ يهدد سيباستيان. كلايم بيكون في مشكلة لما بيدخل في قتال مع شخص اقوى منه، ولكنه بيظهر شجاعة غير طبيعية، وهنا بيتدخل براين وينهي الليلة علشان ترجع له ثقته ولو قليل. ولكنه بيتصدم بوجود سيباستيان وراه، ما حسش بوجوده اصلا، وبيقول لنفسه مين الراجل ده بالظبط. تخيل لو عرف ان الراجل ده واللي دمرت ثقته مجرد خادمين عند شخص اقوى منهم بكتير. المهم نجحت بنسبة 100%. الاشرار اتقبض عليهم والبنات اتحرروا، والعصابة خدت ضربة في مقتل. براين وكلايم اخدوا الاسرى وسلموهم، وسيباستيان رجع على القصر بتاعه، بس هو رجع علشان يلاقي وش النحس دي بتقوله ببرود اينز صمام مستنيك، شبه اي ام لما انت تعمل مشكلة وتروح هي تقول لابوك ترجع انت بقى من مشوارك تلاقيها بتقولك ادخل ابوك مستنيك جوه، وساعتها هنيئا لك. اينز بيبدأ يسأل سيباستيان بهدوء مرعب. سيباستيان اللي شايفينه فخم من بداية الانمي مرعوب وبيعرق من كل اتجاه، لدرجة ان اينز بيقول له فيك ايه يا ابني، وبيرمي له منديل. هدوء ما قبل العاصفة. بيسأله عن تقريره ليه خفى موضوع البنت اللي اسمها تواري وما جابش سيرتها خالص. سيباستيان بيحاول يبرر موقفه وبيتكلم بأدب شديد انه كان بيعالجها بس وما كانش شايف ان الموضوع يستاهل يزعج بيه سيده، لكن اينز بيقطعه بنبرة حادة. اينز بيأمر بدخول تواري الأوضة. البنت بتدخل وهي مرعوبة ومش فاهمة اي حاجة، لكنها في نفس الوقت مستسلمة تماما لأي حاجة هيعملها سيباستيان لأنها بتثق فيه ثقة عمياء. اينز بيأمر سيباستيان انه يثبت ولاءه ويقتل تواري. سيباستيان بيقف قدام تواري وبنشوف على وشه صراع نفسي رهيب بينتهي بابتسامة البنت لأن ولاؤه معروف لمين. سيباستيان بيرفع ايده وبيقرر يضرب تواري ضربة قاتلة تنهي حياتها في لحظة بدون ألم. في اللحظة الحاسمة كوكيوتس بيتدخل بسرعة البرق وبيصد الضربة. كوكيوتس بيلف وشه لاينز وبيقول له بكل ثقة الضربة كانت مميتة يا سيدي. سيباستيان ما كانش بيمثل، كان ناوي يقتلها فعلا. هنا اينز بيبتسم من جواه وبيعلن ان سيباستيان نجح في الاختبار بامتياز. اينز كان بس بيختبر صدق نيته واخلاصه. بعد ما التوتر المرعب ده بيختفي اينز بيبدأ يتكلم مع تسواري علشان يعرف حكايتها، وهنا بنكتشف صدفة بتغير مجرى الامور كلها. اينز بيسألها عن اسمها وتاريخها وبيعرف انها اخت نينيا الساحرة المبتدئة اللي كانت في فرقة سيوف الظلام واللي كانت متخفية في هيئة ولد. بسبب مذكرات نينيا اللي ساعدت اينز كتير جدا في فهم خريطة العالم الجديد وتفاصيله، اينز بيحس بنوع من رد الجميل. وفي لحظة عظمة وفخامة متعودين عليها من الملك اينز بالصوت بيهز الجبال باسم اينز اولوجون، انا بتعهد بحماية البنت دي ومفيش اي كائن في العالم ده يقدر يمس شعرة واحدة منها. يعني لو في راجل في العالم ده يقرب منها وهيشوف اللي عمره ما شافه. ديميورجوس بعد كده بيطلب من سيباستيان انه يروح يشتري شوية حبوب وقمح علشان خرفان ابيليون اللي بيستخدمهم في تجاربه المرعبة، ودي طبعا نكتة سوداء لان الخرفان دي في الحقيقة بشر. سيباستيان بياخد سولوشن وبينزلوا السوق يخلصوا المهمة ويودعوا التجار اللي عرفوهم في العاصمة. المشكلة بقى انهم سابوا تسواري لوحدها في القصر. لما سيباستيان بيرجع هو وسولوشن بيلاقوا المكان متبهدل وفي رسالة تهديد مكتوبة بتقول لسيباستيان انه لازم يجي لوحده المقروم لو عاوز يشوف تسواري عايشة. طبعا عصابة الثمانية تصبح ما يعرفوش انهم بخطفهم لتسواري هم مش بس بيستفزوا سيباستيان، دول بيستفزوا نظريك كلها واينز شخصيا اللي لسه معلن حمايتها باسمه. سيباستيان بيفقد اعصابه تماما وسولوشن بتبين
بيبلغ نظريك باللي حصل. اينز بيكون مشغول فبيبلغ بدون انها تبعت دعم فوري لسيباستيان علشان يمسحوا منظمة الثمانية اصبع دي من على وش الارض. ديميورجوس بأمر مباشر من الملك اينز بينزل العاصمة علشان يقابل سيباستيان، وطبعا مش جاي لوحده، ده جايب معاه قوة ضاربة بترعب اي مملكة. ولكن اللي بيحصل مش مجرد استرجاع البنت، في خطة اكبر بكتير رسمها الشيطان ده، وده الوقت المناسب لتنفيذها. بيطلب من سيباستيان يروح للمكان اللي موجود في الرسالة، وبعد كده بيعلن خطته قدام الباقيين. وفي حاجة غريبة بتحصل، بيطلب من الاتنين دول محدش فيهم يقرب من الشخص ده اللي ما بيظهرش لينا، وبعد كده بيقول لهم لازم نثبت لاينز العظيم اننا مش عبء عليه عن طريق المهمة دي اللي هتكون تحول مرعب في الانمي ده. ننتقل بقى لجرعة الاكشن اللي بتشفي الغليل بجد. سيباستيان بيروح للمكان المتفق عليه ومعاه دعم من كلايم وبراين علشان يدعموا مقرات منظمة الثمانية اصبع، وتحديدا قسم المقاتلين الاقوياء بتوعهم اللي مسميين نفسهم الستة اذرع. التلاتة بيقسموا نفسهم علشان يغطوا المقرات، وهنا بنشوف عظمة وفخامة سيباستيان اللي بيدخل بكل فخامة للمقر الرئيسي للستة اذرع. بيلاقيهم كلهم متجمعين ومستنيينه. المقاتلين دول اللي هم بيعتبروا نفسهم في مستوى مغامرين الادمانتيت كانوا مغرورين لدرجة العمى، بيبدأوا يتريقوا على سيباستيان ويستعرضوا اسلحتهم وقدراتهم، اللي معاه سيوف طايرة واللي بيضرب مسافات مكانية واللي معاه سيف سحري. لكن في مشهد اسطوري ما بياخدش ثواني معدودة، سيباستيان بيتحرك بسرعة تتخطى حاجز الصوت البشري وبأقل مجهود ممكن وبحركات في منتهى السلاسة بيخلص على 4 من اقوى مقاتلين العصابة بضربة واحدة من غير ما يبوظ بدلته. في نفس الوقت زيرو زعيم العصابة والمقاتل الاقوى بيكون بيحارب براين وكلايم في مكان تاني، بس سيباستيان بيوصله وزيرو بيجمع كل طاقته وقوته البدنية اللي بيفتخر بيها، وبيقرر يواجه سيباستيان بضربته القاضية. زيرو بيضرب سيباستيان باقوى ما يملك في بطنه، النتيجة الضربة بتخبط كأنها خبطت في جبل من الحديد الصلب. سيباستيان ما بيتهزش شعرة واحدة، وبنظرة كلها برود وشفقة سيباستيان بيرد بضربة واحدة بس، ضربة بتخترق زيرو وبتنهي حياته فورا. وبكده بيتقفل ملف الست أزرع في العاصمة للأبد، في مشهد بيثبت ان البشر مجرد حشرات قدام قوة قادة نظراي. بينما سيباستيان بينظف المكان، خطة ديميورجوس الكبرى كانت بدأت تشتغل في العاصمة. خادمات الثريا منتشرين وبيلعبوا دور الشياطين. انتم الخادمة المرعبة اللي بتتحكم في الحشرات بتكون قاعدة في هدوء بتاكل دراع بشري، حاجة عادية يعني، لحد ما بالصدفة البحتة جاجران وتيا من فرقة الوردة الزرقاء بيشوفوها وبيقولوا لها انت بتاكلي ايه يا حلوة. بعد كده بيهجموا عليها وبتبدأ معركة طاحنة جدا بينهم. انتم ما بتستخدم حشراتها المرعبة كأسلحة ودروع وبتبين تفوق كاسح عليهم، ولكن الامور بتتقلب تماما لما بتتدخل ايفل اي مصاصة الدماء القوية وصديقتهم في الفريق. ايفل اي بتشوف الوضع وبتستخدم فورا تعويذة سحرية مدمرة اسمها مبيد الحشرات. التعويذة دي هي حرفيا نقطة الضعف القاتلة لانتوما. السحر ده بيبهدل انتوما، بيكسر قناعها اللطيف وبيكشف شكلها الحقيقي كوحش حشري مرعب، وكمان بيفقدها صوتها البشري اللطيف اللي كانت سرقاه من ضحية قبل كده. انتوما بتنضرب ضرب مبرح لحد ما بتوصل لحافة الموت، وفي اللحظة اللي بيستعدوا فيها لتسديد الضربة القاضية بيظهر من العدم وحش لابس بدلة أنيقة جدا وقناع حديدي مخيف، وبيعلن عن نفسه باسم ملك الشياطين جلاداباوث. وطبعا دي هي خطة ديميورجوس اللي شاف انتو موهبة تضرب وحالتها تصعب على الكافر، وده خلاه يستشهد غضبا لان دي تعتبر اهانة كبرى لنظريك وللكبرياء الخاص بسيده العظيم ماينز. جلاداباوث ما بيتفهمش وما بيحبش يضيع وقت، بيستخدم فورا تعويذة مرعبة اسمها جدار جحيم النار وبيوجهها لجاجران وتيا. في لمح البصر وبدون اي قدرة على المقاومة، المغامرتين الأقوى
الاقوياء دول بيتبخروا وبيقعوا ميتين متفحمين على الارض. ايفل اي بتتصدم صدمة عمرها، مرعوبة وبتترعش ومش مصدقة اللي عينيها شايفاه. هي اقوى واحدة في المملكة، بس قدام الكائن المرعب ده حست انها مجرد نملة بتحاول تهاجمه بسحرها، لكن سحرها ما بيعملش معاها اي حاجة خالص. بلدبوس بيستعد انه يخلص عليها وينهي فرقة الوردة الزرقاء للابد، ولكن فجأة بتسمع صوت انفجار وتكسير في الارض. بتفتح عينها تلاقي مين واقف قدامها، البطل المغامر ذو الدرع الاسود مومون. بينزل من السما زي الصاعقة ماسك السفينة العملاقة بتوعه وهو بيقول مين فيكم بقى عدوي. هنا بقى بيحصل حاجة كوميدية جدا. وسط كل الدم والخراب ده ايفل اي العجوزة الشمطاء اللي عايشة في جسم طفلة صغيرة من قرون، لما بتشوف مومون وهو بينقذها بكل رجولة قوة وشجاعة، قلبها اللي ما بيدقش لانها اصلا اندد بيحس بنغزة قوية. ايفل اي بتقع في غرام مومون في لحظتها، وبتتحول من ساحرة قوية ومرعبة لبنت مراهقة بتعشق الفارس اللي انقذها، وبتبدأ تتأمل في ظهره العريض وقوته الجبارة، وبتكلم نفسها في المونولوج الداخلي بتاعها وهي ما تعرفش اي حاجة. مومون وديميورجوس بيقفوا قصاد بعض وبيبدأوا يتكلموا. طبعا صاحبنا مش فاهم اي حاجة، هو ايه اللي ديميورجوس بيعمله؟ بيحاول يفهم اي حاجة بس ما بيوصلش النتيجة. وبعد تبادل شوية ضربات خفيفة وكلام تحذيري، يلدبوس بيقرر ينسحب مؤقتا بحجة انه راح يكمل خطته الكبيرة. بعد ما يلدبوس بيمشي، مومون بيلف ايفل اي وبيسألها ببرود عن اللي حصل. ايفل اي بتشرح له وهي مكسوفة ومبهورة بيه، وبتقول له بشجاعة انهم لسه قاتلين وحش حشري اللي هي انتوما، وان يلدبوس ظهر علشان ينتقم وقتل صحابها. اينز من جواه كان بيغلي من الغضب وهينفجر لما عرف ان المغامرين دول هم اللي ضربوا الخادمة بتاعته انتوما، وكانوا هيموتوها لدرجة انه كان عايز يرفع سيف ويقسم ايفل اي نصين في لحظتها عقابا ليها. لكن علشان هو بيحافظ على دوره كبطل وسمعة مومون، كتم غضبه جواه. بعد كده بيتكلم مومون مع نبي وما بيكونش فاهم ايه هي خطة ديميورجوس اللي عمل علشانها كل ده، فبيطلب منها تتواصل معاه وتفهم منه ايه اللي بيحصل. وفجأة في وسط كل ده بتظهر دائرة من نار ضخمة جدا، وهنا الأميرة بتجتمع مع جميع المغامرين وبتشرح لهم الوضع اللي حصل. اسم الشخص اللي ورا كل ده هو شيطان اسمه يلدبوث، شيطان قوي جدا ومعاه مجموعة كمان من الشياطين المرعبين. الكل بيخاف لما بيعرفوا الرعب اللي سببه للعاصمة، ولكن هنا بتتدخل ايفل اي وبتقول ان الشيطان ده قوي، ولكن احنا عندنا الشخص اللي يقدر يواجهه ويتغلب عليه. ومن هنا بنروح لاعظم مسرحية في تاريخ الانمي. مومون بيواجه يلدبوس والاتنين بيعملوا عرض قدام الناس يخلع القلوب، سيوف بتخبط ونار بتولع وحاجات بتطير في الجو، وطبعا الناس كلها وعلى راسهم ايفل اي واقفين ومبهورين وفاكرين ان دي معركة حياة وموت بين الخير والشر. لكن بمجرد ما يلدبوس بيعمل حاجة السحر علشان يعزلهم عن عيون الناس، المشهد بيتقلب 180 درجة. المعركة الملحمية بتقف والاتنين بيبدأوا يتكلموا كأنهم قاعدين على قهوة. اينز كالعادة مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل ومش عارف ايه هي خطة ديميورجوس العبقرية اللي مسميها خطة جيهينيا، بس طبعا علشان يحافظ على هيبته كقائد نظريك العظيم بيعمل حركته الشهيرة وبيقول لديميورجوس انا عارف الخطة طبعا، بس اشرحها لي علشان اتأكد انك استوعبتها صح. هنا ديميورجوس بيبدأ يشرح ازاي هو استغل الموقف علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد. اولا يخفي اي دليل على وجود نظريك، ثانيا يسرق كل ثروات ومخازن عصابة الأصابع الثمانية اللي مسيطرة على اقتصاد المملكة، ثالثا يخطف آلاف البشر من العاصمة علشان يستخدمهم في تجارب نظريك وصناعة المخطوطات السحرية، رابعا والأهم يرفع من اسم مومون ويخليه البطل الأسطوري المنقذ للمملكة، وده هيدي لاينز نفوذ سياسي وشعبي مرعب في المستقبل. اينز من جواه بيبقى مذهول وبيقول لنفسه يا ابن اللعيبة انت فكرت في كل ده امتى؟ بس من بره بيبتسم ابتسامة القائد الحكيم وبيقول له احسنت يا ديميورجوس، ده بالظبط اللي انا توقعته منك. بره الحاجز السحري ايفل اي بتكون بتواجه خادمات الثريا ومعاها نابي، وايفل اي بتطلع كل قوتها وفاكره ان الخادمات دول شياطين مرعبه هتقضي عليهم، في حين ان نابي والخادمات التانيين بيمثلوا انهم بيحاربوا بعض. على الجانب التاني من العاصمه بنشوف كلايم وبراين وهم بيحاولوا ينقذوا المدنيين ويحاربوا الشياطين الضعيفه اللي ديميورجوس رميها في الشوارع علشان يكمل الحبكه. بعد ما بينجحوا نرجع تاني لمومون ويلدبوث بعد ما بيخلصوا كلامهم واتفاقهم، بيقرروا انه المسرحيه باكشن يرضي الجمهور.
الحاجز السحري بينكسر ومومون بيطلع طاير في الجو وبيضرب يلدابوث بضربة قوية. يلدابوث بيعمل خطبة الوداع الشريرة بتاعته وبيقول ان مومون قوي جدا وانه هينسحب دلوقتي بس هيرجع تاني. المملكة بتتنفس الصعداء. مومون بينزل الارض كمنتصر والناس كلها بتبصله كأنه بطل حقيقي، وكده بيكون اسس نفسه كأقوى واشهر مغامر في المملكة كلها، والورقة الرابحة اللي البشر بيعتمدوا عليها، وهو في الحقيقة زعيم الوحوش اللي مسببه لهم رعب. لو تعرفوا اللي هيحصل لكم في الموسم الثالث بسبب كل ده. في المشهد الاخير بنرجع للمكان اللي بدأ منه كل حاجة، وهنا بنشوف الاشرار اللي كانوا بيقودوا العالم من تحت الارض بعد ما اصبحوا عبيد لنظرايك. سادة القوم اللي كانوا مسببين رعب للعالم وفكروا انهم يتطاولوا على نظرايك، اتفرج على حالهم دلوقتي وبقوا شغالين كجواسيس لصالح نظرايك جوه المملكة. كل اللي حصل في الموسم الثاني ما هو الا تمهيد للي هيحصل في الموسم الثالث. اللعب التقيل كله هيبدأ يحصل. اينز خلاص قرر انه مش هيلعب دور المغامر او البطل المخفي تاني. العالم كله هيحفظ اسم اينز ولوجون غصب عنه. جهزوا نفسكم لموسم مليان دمار شامل وتأسيس المملكة اللي هتبدأ في احتلال العالم. وبس كده يا صاحبي، اتمنى يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان ما يفوتكمش اللي جاي. تحية من اخوك رضوان، سلام عليكم.